السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الأحباب كلهم في خير وفي نعمة، اللهم آمين. بعد غياب في القناة ديت اللي هي قناة دروس في تربية النحل للمبتدئين، دي قناة بديلة بنشتغل عليها من فترة إلى فترة. إن شاء الله هنتكلم على فيديو مهم جدا للأصدقاء: سر نجاح الخلايا في الشتاء، ويجب العمل على 3 نصائح الأخ النحال ينتبه ليهم. 3 نصائح مهمة جدا بتاريخ اليوم 11 نوفمبر لسنة 2025. أتمنى من الأصدقاء يتابعوا الفيديو دوت بتركيز، لأن للأسف هناك آلاف أو مئات من الخلايا بتكون مهددة بالانهيار بسبب أمور وأمراض ورطوبة وبرد في فترة الشتاء. ولذلك أنا هقدم 3 نصائح الأخ النحال يقوم بالعمل عليها، لأنها هتكون مهمة جدا خلال فترة الشتاء. أولا، النقطة الأولى واللي يجب التركيز عليها: توفير الغذاء والطاقة داخل الخلايا، أو توفير المخزون من العسل. دي رقم واحد. رقم واحد ليه وركزت على النقطة ديت في المرتبة الأولى؟ ليه؟ لأن أي خلايا هيأتي منخفضات جوية عندك، أو هيأتي تغير في الجو أو تغير في الطقس أو يكون في تلج، والخلايا مخزونها من العسل قليل، عرضة للجوع، عرضة للانهيار. ده شيء نقدر نقول لا شك فيه. طيب، نتغلب على الشيء ده ازاي؟ الحديث هنا للي درجة الحرارة عنده هتبتدي تنزل إلى أقل من 20 درجة مئوية. أتغلب على الموضوع ده ازاي؟ أولا، لإما أضع عجائن كاندي سكري. الأمر بسيط جدا، عجينة الكاندي السكري يقدر الأخ النحال يعملها بأقل التكاليف داخل المنزل. موجود في القناة الأساسية بتاعتنا أو القناة الرئيسية فيديوهات لطريقة عمل العجينة السكرية في قناة تربية النحل في الوطن العربي للمبتدئين والمحترفين. نقدر نتابع الفيديوهات دي، ولو حد ما يعرفش الطريقة اكتب لي تعليق وأنا هبعت لك رابط عمل العجينة البروتينية. طريقة عملية كنا بنعمله من داخل المنزل، طبعا العجينة السكرية آسف. دي رقم واحد. طيب، الأمر الآخر: لو عندنا بعض البراويز اللي كانت متواجدة فيها مخزون من العسل في التلاجة، في المبرد، في أي شيء، نقدر نستخدمها. يبقى بالتالي لازم أوفر مخزون عسل. طب، ندي مقادير للخلايا. خلية 7 براويز محتاجة كام برواز عسل؟ محتاجة 3 براويز عسل، أو 3 براويز مخزون عسل عشان تخش الشتاء بيهم، أو عشان تخش بيهم فترة البرد. خلية 10 براويز، خلية 10 براويز يكون فيها على الأقل 4 براويز من العسل. كلام محدد دقيق. بالنسبة للخلايا التي تكون في حدود 5 براويز، 5 براويز من النحل ديت يكون فيها مقدار ما بين بروازين عسل إلى 3، ما بين 2 إلى 3. معنى كلمة برواز عسل يعني الاتجاه الأيمن والأيسر مملوء بالعسل. دي بالنسبة للنقطة الأولى لازم نركز عليها، اللي هي توفير مخزون أو غذاء للنحل. النقطة الثانية اللي لابد الإشارة ليها: حماية الخلايا من الرطوبة ومن البرد والعزل والتهوية. بمعنى أي تيارات هوائية برد هتيجي في اتجاه فتحات السروح مع انخفاض الأجواء وانخفاض درجات الحرارة مشكلة، والمشكلة هتأثر على استهلاك النحل للمخزون. أشرح لك بصورة مبسطة بالخصوص للأخ المبتدئ. لو عندك خلية نقدر نقول 7 براويز 10 براويز فيها معدل 4 براويز عسل، فتحة السروح بتاعتها نقدر نقول
5 سنتي 7 سنتي. طبعا فتحة السروح كبيرة عن اللازم كمان، وموجودة في مكان مفتوح. أي تيار هواء أو أي هواء بارد هيجي من اتجاه فتحة السروح، النحل علشان يبذل طاقة من أجل التدفئة بالتالي هيستهلك مخزون أكبر، تعرض الخلايا تحتك لمشكلة. ده بالنسبة لخطر التيارات الباردة أو الهواء البارد. الرطوبة ممنوع تغذية سكرية في فصل الشتاء، أو ممنوع التغذية مع انخفاض درجة الحرارة لأقل من 20-18 درجة. ما بين 20 ل 18 درجة ممنوع تغذية سائلة، رفعت الرطوبة في الخلايا، سببت مشاكل جهاز التنفسي للنحل، أكارينا، زحف، شوف كلها مرتبطة ببعض. ابتعد عن الشيء ده. موضوع العزل والتهوية ما زال بعض الأصدقاء للأسف الخلايا بتاعتهم موجودة تحت ظل أشجار من فترة الصيف، أو موجودة تحت مظلات من بعد انتهاء الصيف. خلاص يا أخي، إحنا دخلنا الخريف والخريف قرب ينتهي، شيل المظلات أو انقل الخلايا بتاعتك من تحت الشجر أو تحت التظليل. خلي الخلايا مباشرة منها إلى الجو المباشر، منها إلى إشاعة الشمس اللي بتيجي أثناء فترة الشتاء. حتى لو نص ساعة الشمس تصل للخلايا، نص ساعة الخلايا محتاجة التدفئة. دي نقطة ما نتجاهلهاش. ممنوع أي فتحات في خلية النحل باستثناء فتحة السروح اللي مقدارها ما بين 3 إلى 4 سنتي فقط. السؤال هيتم طرحه: أضع الخيش، أضع النايلون، أضع القماش، أضع الغطاء الداخلي من الخشب، الأفضل إيه؟ دي أسئلة بيتم طرحها باستمرار. أولا أنا النايلون ما بشتغلش عليه، مش معنى كده أنا بجبرك، أنا بقول لك على تجربة أنا بشتغل بيها. طيب القماش اللي بتكون ما بين الغطاء الخارجي والخلية، نعم أنا بشتغل عليه ومعطي نتائج ممتازة. الخيش ممتاز وبيعطي نتائج ممتازة، بس نصيحة: ما تخليش أي زوائد من الخيش أو أي زوائد من القماش تخرج عن الخلية أزيد من اللازم. طب تخرج عن الخلية بقد إيه؟ بمقدار 2-3 سنتي فقط. بس ليه؟ عشان ما يحدثش تساقط أمطار، والأمطار دي تتسرب إلى الداخل، وبالتالي تكون عرضة ومشاكل في البراويز وزيادة نسبة الرطوبة داخل الخلية. أتمنى من أصدقائنا المبتدئين يتمنوا يستمعوا للنصائح دي، النصيحة الأولى والنصيحة الثانية اللي أنا ذكرتهم، لأن الكلام ده مهم جدا. النصيحة رقم 3 في الفيديو: ضمان إن النحل يخش فترة الشتاء والجو البارد نحل صحي، نحل ما فيهوش أمراض. إزاي الكلام ده؟ عن طريق إن أنا يكون كافحت فروة ونظفت النحل في فترة الخريف. جزء أساسي ده ذكرته في قناة تربية النحل في الوطن العربي والمبتدئين والمحترفين الأصدقاء اللي بيتابعوا معانا باستمرار، ذكرته أكتر من 50 مرة، بل أجزم إن أنا ذكرته أكتر من 100 مرة في الفيديوهات باستمرار. محدش يتكاسل أو يهمل في مكافحة الفروة. مكافحة الفروة وتنظيف النحل يعني أنا ضمنت إن النحل اللي هيخش فترة الشتاء خالي من الأمراض، خالي من الفيروسات، خالي من الأكارينا، خالي من مشاكل الجهاز التنفسي، كلها مرتبطة ببعض. أتمنى نركز على النصيحة الأولى والثانية والثالثة، 3 نصائح مهمة جدا نعمل عليها خلال فترة انتهاء الخريف اللي احنا فيه، أو فترة نقدر نقول شهر نوفمبر اللي احنا متواجدين فيه حاليا. تمام، نشتغل عليهم. هيتم طرح أسئلة: أشدت الخلايا ولا ما أشدتيش؟ ما تشتيش النحل بتاعك إلا لما درجة الحرارة أثناء فترة النهار تصل إلى انخفاض بمعدل 18-19 درجة مئوية،
كده يبقى انت بالفعل دخلت فصل الشتاء. عندك درجة حرارة 20 25 27 درجة مئوية أثناء النهار، يبقى أنت ما زلت تقوم بتحفيز النحل من أجل التجيش قبل دخول فترة الشتاء. أتمنى من أصدقائنا ينتبهوا للشيء ده. طبعا القناة ديت هننشر عليها بعض الفيديوهات، ده طبعا لا يغني القناة الأساسية بتاعتنا اللي هي قناة تربية النحل في الوطن العربي للمبتدئين والمحترفين. أتمنى أصدقائنا اللي بيتابعوا معانا هنا لأول مرة أو ما يعرفوش القناة ديت اشتركوا فيها. عندنا القناة الأساسية بتاعتنا دي قناة بديلة، تمام، بنحاول ننشر هنا فيديوهات برضو تعليمية للمبتدئين يستفيدوا منها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يبارك في جميع النحالين ويبارك في أصدقائنا في جميع البلدان العربية. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكل المتابعين معانا، وأتمنى مشاركة المعلومات ديت والنصائح ديت على مستوى أوسع لعل الأخ النحالي يستفيد منها أكبر استفادة. شكرا جزيلا.